فيلمنا بيبدأ في المغرب بأربعة خالدين ما بيموتوش، وبتكون أول شخصية اسمها إندي، وبتقابل صديقها بوكر، وبنعرف من هنا إن هما بقالهم فترة ما تقابلوش. وبعد كده بنلاقي إندي وبوكر رايحين الفندق اللي بيكون قاعدين فيه جو ونيكي، وبيكون جو ونيكي أصحاب إندي وبوكر، وبيرحب بيها نيكي. وبيكون في الوقت ده بوكر جايب إندي لتنفيذ مهمة إنقاذ 20 طفلة من جنوب غرب السودان، وبترفض إندي لكنها بتوافق، وبيروحوا عشان يعرفوا معلومات أكتر من شخص اسمه جيمس، وبيفهمهم إن في مدرسة في جنوب غرب السودان تعرضت لهجوم مرتزقة وقتل المعلمين وخطف 20 طفل عمرهم يتراوح من 8 سنوات ل 13 سنة. وبتظهر إندي وفريقهم وهم نازلين من الطيارة، وبيكونوا رايحين المكان اللي تمت فيه عملية الخطف، وبيوصلوا للمكان وبيقتلوا كل الحراس اللي فيه، وبيفجروا الباب اللي هيوصلهم للأطفال، وبيلاحظوا إن ده فخ معمول لهم، وبيظهر عدد كبير من المسلحين وبيضربوا عليهم النار لكنهم ما بيموتوش، وبيقوموا وبيموتوا كل المسلحين. وبتشوف أندي كاميرات في المكان، وبتلاحظ إن جيمس هو اللي عامل لهم فخ عشان يثبت بحثه العلمي، فبيقرروا يدوروا على جيمس. وبتنتقل لأفغانستان، وبنشوف نايل، وبتكون نايل جندية في القوات البحرية، وبتكون نايل بتدور على شخص قتل عدد كبير من أصدقائها، وبيقتحموا المكان لكنها بيضربها بالسكينة في رقبتها. وبنشوف أندي وبوكر وأصدقائهم في طريقهم لجيمس في فرنسا، لكن بيحلموا بنايل، وبتكون نايل خالدة معاهم في الفريق. وبتقرر أندي تروح لنايل، وبتشوف ميرك وجيمس، وبيكون ميرك صاحب شركة أدوية عالمية في إنجلترا، وبيوروا له جيمس الفيديو بتاع الأربعة الخالدين، وبيكون ميرك عايزهم عشان يعمل عليهم بحوث، وبيقول له جيمس ممكن أجيب لك واحد منهم، لكن ميرك بيقول له أنا عاوز الأربعة. وبتوصل إندي عند نايل، وبتضرب مجموعة من الضباط، وبتاخد إندي نايل وبتحطها في شنطة العربية، لكن وهما في السكة بتحاول نايل تهرب، لكن بتضربها إندي بالرصاصة في دماغها، ولكنها ما بتموتش عشان بتكون من الأربعة الخالدين. وبنشوفهم وهم راكبين الطيارة ورايحين فرنسا، وبيروحوا المكان اللي فيه الفريق، وبيقعدوا كلهم مع بعض. وبتقول نايل انا ازاي بحلم بيكو، وبيقول لها جو ان احنا بنحلم ببعضينا، وبتتوقف الاحلام لما بنتقابل. وبتقول اندي احنا لينا زمن معين وبعد كده كلنا هنموت، وبعديها بيناموا. وبتحلم نايل بكوين، وبتكون كوين اول خالدة تقابلها اندي، وبتكون قضت معاها معظم الحروب، لكن في يوم اتقبض على اندي وكوين، واتحطت كوين في تابوت حديد واترمت في البحر، وبيكون كده بقالها 500 سنة في تابوت. وبتطلع نايل برا البيت وبتقعد في الجنينة، وبتطلع وراها اندي، لكن في الوقت ده بيلاحظوا ان مجموعة من الضباط بتهجم على البيت، وبيخطفوا جو ونيكي. وبنشوف ميرك، وبنعرف ان اللي هو خطفهم عشان يعمل عليهم بحوث، وبيقول جيمس الميرك ان هدفنا هو العلم مش تحقيق للربح. وبتشوف اندي، وبتتضح ان هي جه عليها الوقت ان الجروح بتاعتها ما بتشفاش. وبنشوف اندي وبوكر ونايل رايحين مكان جيمس عشان يعرفوا منه مكان جو ونيكي، وبيقتحموا المكان على جيمس. وبتتفاجئ ان بوكر بيضرب على اندي النار، وبنعرف ان هو معاهم، لكن اندي بتكون خلودها انتهى وبتكون انسانة طبيعية. وبيظهر ميرك وبياخد اندي وبوكر وبيضرب جيمس في دماغه، وبيروحوا المكان اللي فيه جو ونيكي. وبتروح نايل لجيمس وبتعرف مكان اندي وجو ونيكي، وبتظهر نايل في المكان وبتقابل 3 رجال وبيضربوها بالنار، لكن بتقوم وبتضربهم. وبتوصل نايل في الغرفة اللي فيها جو ونيكي واندي، وبيقوموا كلهم عشان يقتلوا ميرك اللي هو خاطفهم. وبنشوف ميرك وهو ماسك المسدس وبيصوبه على اندي، لكن نايل بتاخده وبتقع بيه من على ارتفاع عالي من المبنى، وبيموت ميرك. وبتصحى نايل وبيهربوا قبل ما الشرطة تيجي. وبتقول نايل لبوكر ان جيمس هيبلغ لها ان هي ماتت في الجيش ومش هتقدر تشوفهم تاني. وبنشوف بوكر وهو واقف على الشط، وبيحكموا عليه الفريق انه يفضل 100 سنة لوحده عشان هو كده في نظرهم خاين. وبتودعوا اندي وبيروحوا لجيمس وبيتفقوا معاه ان هو يشتغل معاهم. وبعد 6 شهور بننتقل لباريس، وبنشوف بوكر وبيسمع صوت جوه الشقة، وبنشوف كوين، وبنعرف ان الفيلم ده ليه جزء تاني. وفيلمنا بيخلص لحد كده. ما تنساش لو الفيلم عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. سلام.